المهم يا اخوان دخلت الانستا وحطيت اسم البراند في البحث، يمين بالله نفس البراند اللي جاء في بالي يا اخوان. وعشان تكونوا معايا في الصوره البراند هذا كان براند ملابس، يعني ملابس وشوزات ومدري ايه وزي كذا، الله يلعن. وغير الايميل ذاك اللي جاني ذاك اليوم كان في كمان كم ايميل جاني، وقلت ايش خليني اقوم اغسل وجهي واصلي الظهر واشوف الايميلات. قمت يا اخوان غسلت وجهي، توضيت، صليت الظهر ودعيت ربي انه ايش ربي ضبطنا مدري ايه كذا، قاعد قلت الله ييسر الامور. بسم الله الرحمن الرحيم. مسكت جوالي بعد الصلاه يا اخوان اشوف الايميلات دحين زي الناس وانا مصحصح دحين. ايش من بين كل الايميلات اللي جتني دخلت على نفس الايميل هذا اللي قريته انا ذاك. انتم مجانين ولا ايش؟ هذا فيها براند قوي يا اخوان. هنا يا اخوان بعد ما قريت الايميل مره ثانيه قلت لازم ارد عليهم دحين. رديت عليهم يا اخوان اهلا وسهلا، لان هم كفار ما عندهم سلامه. يا اخي الله لا يسامحه يا شيخ، والله قاهرني ورب الكعبه. قلت لهم اهلا وسهلا، معاكم عبد الحكيم صانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، انا مهتم بالتعاون هذا وان شاء الله يكون مرضي بين الطرفين. شوف يا اخوان انا مو مره بروفيشنال بهرجه التواصل مع المعلن وكيف ارد عليه ومدري وزي كذا، بس يا اخوان انا يعني في اشياء بسيطه اعرفها زي كذا. منها يا اخوان انه لما معلن يتواصل معاك انت ترد عليه برد لبق وتعطيه احصائيات الحسابات حقك، ذكور اناث اعمار اي شيء يجي قدامك سوي سكرين شوت. وانا هذا اللي سويته وهذا اللي اسويه اصلا دائما مع اي معلن يجيني. عموما رسلت له الرد حقي يا اخوان، لما رديت عليه يا اخوان ما مرت 10 دقائق الا ورجع رد علي. قلت والله حلو اليوم هذا شكلي بخلص معاه يعني بدري يعني ما حياخذ يوم على بال ما يردوا مدري، لا اليوم بنخلص كل شيء. اول حاجه يا اخوان كانت مكتوبه في الايميل الاول اسمه هو، يعني اسمه جوني يا اخوان، الله لا يسامحه اي احد اسمه جوني امريكي او اسرائيلي الله لا يسامحه. قاهرني يا شيخ قاهرني. عموما يا اخوان كان يقول انه قول السعر حقك مدري وعشان نتخارج وهذا. فقلت بيني وبين نفسي البراند هذا يعني قوي، يعني براند ملابس معروف، يمكن لو قلت لكم اسمه دحين كلكم تعرفوه. لا والله حبيبي لازم انا اطلب منه مبلغ قوي مره. وبعدين يا اخوان هم اصلا تواصلوا معي عشان اعلان في التيك توك، فاللهم صل على محمد يعني سعر حماسي يكون، فاهمين كيف؟ يا اخوان طلبت منه $5000. هذه $5000 كيف نخليها بالعربي؟ 5000 ضرب 3.75. هذا يا اخوان القيمه اللي انا طلبتها من الشخص ده. قلت له $5000 وعلى اساس انه ايش مقطع واحد حينزل وبعدها خلاص كل واحد يتخارج. رسلت له يا اخوان الرد حقي وبعدها ب5 دقائق رد عليه يا اخوان. بس الرساله الثالثه اللي جت في الايميل يا اخوان هذه هي كانت الطامه الكبرى، هذا الشيء اللي انا خلاني اروح فوق يا اخوان. في بدايه الرساله يا اخوان كانت ناحل معايا على $5000، نزل السعر ل $3500. اوكي انا للحين ما عندي مشكله. $3500 يعني 13100 ريال تقريبا بالرنج هذا. هذا يا اخوان كلمه جديده انا طلعت مني بالغلط، انا ما اعرف ايش معناها حتى. وعشان تكونوا معي في الصوره الرساله كانت باللغه الانجليزيه ما في لغه عربيه يا اخوان، عشان كذا لازم انتم تتعلموا اللغه الانجليزيه عشان تعرفوا تتعاملوا مع البشر يا اخوان. حرفيا نو ثانك يو فور. انا ما اعرف انجليزي بس استخدم الكلمات هذه عشان اجيب فلوس، عرفت كيف؟ والله يا اخوان ماسك الجوال زي كذا قاعد اقرا والله واشوف لك عقد لمده سنه. انا قلت عقد لمدة سنة، عقد لمدة سنة يعني ايش؟ يعني المقصد مو فيديو واحد يا اخوان، طلع المقصد 5 فيديوهات في الشهر، يعني على كل فيديو باخذ $3500. انا قلت يا اخوان دام كذا الموضوع خليني احسبها $3500 للفيديو الواحد، وهو يقول لي يحتاج 5 فيديوهات في الشهر، $3500 ضرب 5 فيديوهات المبلغ حيطلع $17500.